عشان كلامي بس يبقى حقيقة، وعشان اثبت لكم ان كلامي حقيقة وان احنا ما عندناش تخطيط، وان احنا لما بنفوز بأي بطولة بيبقى مجهود شخصي او الظروف خدمتنا. اسمع. مدير فني نادي الزمالك لكرة اليد الكابتن مصطفى لعبة الكابتن هتلر قال ايه على مجلس اداره نادي الزمالك وعلى المسؤول عن الالعاب الصالات اللي هو الاستاذ احمد مرتضى منصور. وانا مش مصدق يا جدعان، اقسم بالله انا ما مصدق. الاستاذ صبحي عبد السلام، الاعلامي صبحي عبد السلام، اتمنع من دخول الزمالك بسبب انه قال الحق. انا اصلا مش مصدق ان الاعلامي صبحي عبد السلام بيهاجم مجلس اداره نادي الزمالك وبيهاجم اعلام الزمالك وبيقول على اعلام الزمالك طبالين. انت متخيل مين اللي بيتكلم؟ كابتن صبحي عبد السلام ولا استاذ صبحي عبد السلام اللي ليل نهار على قناه نادي الزمالك كان بيقلل من الاهلي، بيزيد بالزمالك، بيزيد بفوز الزمالك، بيزيد بمجلس الاداره، بيزيد بمرتضى منصور. لكن لمجرد انك اتكرشت من القناه خلاص شكرا كده السبوبه اتقفلت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفيديو جديد. لو بتتابعني من على اليوتيوب او من على الفيسبوك، لايك وشير للفيديو في كل حته علشان يوصل لكل الناس. ومعاكم اكبر بائس محلي محروم مديون، بطل الدوري والكاس 2021 راموس الغلابه. لايك وشير للفيديو ده عشان مهم جدا جدا جدا، وعلشان بس كل الجماهير اذا كان زملكاويه او اهلاويه يعرفوا احنا بنكسب البطولات ازاي. اقسم بالله صدفه يا ابني، والله العظيم ثلاثة ما في بطولة واحدة بس كسبناها في عهد المجلس الإدارة ده إلا وكانت صدفة مش متخطط ليها. يمكن البطولة الوحيدة اللي كان متخطط ليها، لأنك أنت كان كل واحد مسؤول عن حاجة بيعملها. مسؤول الصفقات كان أستاذ أحمد سليمان وكل واحد له دور بيعمله. ساعتها انت جبت صفقات كويسة وجبت أحمد عيد وجبت أيمن حفني وجبت طارق حامد وي وي وي. هو ده الدوري الوحيد اللي خدناه بتخطيط، كان دوري 2015 عشان الواحد يكون بيتكلم بالمنطق. انما اي حاجة تاني جت بالصدفة اقسم بالله. انا الدوري اللي خدناه بتاع 2022 ده ولا 2021 انا مسميه دوري الشناوي، لان لولا غلطة الشناوي قدام سموحة وقدام بيراميدز انت خلاص ما كنتش هتاخد الدوري اصلا. فهتلر مدير فني كرة اليد في نادي الزمالك بيقول ايه؟ مرتضى منصور مش رئيس نادي الزمالك، ومجلس إدارة الزمالك ما بيدعمش النادي أصلا ولا بيسنده، والمسؤول عن ألعاب الصالات ولا في الدماغ، ولا حد بيدعمنا ولا حد بيكلمنا ولا حد بيتواصل معانا أصلا، ولا حد بيوفر لنا سبل النجاح. زي ما قلت لك أنا إن جمهور نادي الزمالك هو اللي نقل اللعيبه على في اتوبيس، يعني من المطار للاستاد على نفقته الخاصه. انت عمرك شفت الكلام ده بيحصل في اي حته؟ جمهور هو اللي يتحمل نقل فرقه من المطار للملعب؟ ولا في تواصل؟ قال لك مفيش تواصل بيننا وبين مجلس الاداره خالص، ولا في اي مسانده ولا في اي دعم ولا في اي حاجه. فلو خدت البطوله دي او لو ما خدتهاش انا مش مكمل في نادي الزمالك طول ما المجلس ده موجود. ولو خدت البطوله او ما خدتهاش فمفيش اي دعم من مجلس الاداره، عشان استاذ احمد مرتضى منصور يطلع يقول لك لما اي انجاز يحصل في الصالات يتكلموا عن اللعيبه ويتكلموا عن المدير الفني، ومع اي اخفاق يحصل في الصالات يقولوا ان احمد مرتضى منصور فاشل. طيب يا استاذ احمد مرتضى يا مسؤول عن العاب الصالات ودلوقتي بقيت مسؤول عن نادي الزمالك كله، ايه رايك في كلام الكابتن هتلر كابتن فريق اليد مدير فني فريق اليد اللي بيقول ان مفيش اي تواصل مع مجلس الاداره، مفيش اي دعم من مجلس الاداره، مفيش اي مسانده من مجلس الاداره؟ هو نفسك قالها لك هو نفسه قالها بالبق زي ما انا ما بقولها، ان اي مكسب بيجي بالصدفه او بمجهود اللعيبه، فعلا ما بيكونش فيه تدخل اداري ولا تخطيط اداري ولا مسانده اداريه. عارف يعني ايه فريق يوصل ساعة الماتش على طول مباشرة على الاستاد، وكمان الاتوبيس اللي نقله على حساب الجماهير؟ انت متخيل يا جدعان؟ انت متخيل اللي انت سامعه؟
فاستاذ احمد مرتضى، قبل ما تنتقد الجماهير او الاعلام ان محدش بيذكرك في الفوز وبيذكروك في الخساره، روح شوف مدرب كرة اليد في بطولة عربية، بطولة مهمة جدا. هنا بقى البطولة العربية مهمة ليه؟ اولا طبعا للعائد المادي، لا اولا عائد مادي، اولا عشان بتروح كاس العالم من الاندية، بتروح بطولة كمان مهمة جدا وعالمية. تاني حاجة طبعا العائد المادي. فأتمنى من مسؤولين الزمالك الاهتمام بشغلهم مش بالنادي، كل واحد يهتم بشغله يا جدعان، بدل ما كل حاجة متسابة للصدفة كده. كرة اليد بتشتكي وحضرتك مستني كرة القدم تتطور. طيب آخر حاجة، آخر مرة هتكلم في موضوع زيزو يا جدعان. أنا وأنت أهو، أنا طلعت قلت زيزو في الشباب، وأنا وأنت أهو، ولو زيزو ما راحش الشباب السعودي أو لو ممشيش للدوري السعودي، انا هطلع اعتذر في فيديو كده رسمي، هعتذر لكل الناس. انا بقول لك كل حاجه خلصت، زيزو الى الشباب السعودي، العرض ما يترفضش لا من الزمالك ولا انا. يا عم مع بيع زيزو، انا موافق تبيع زيزو كزملكاوي، والله ما هنتقدك، بس هات لي البديل، بس بفلوسه دي. ما اسمعش كلمه دين، ما اسمعش كلمه غرامه، كله يتسدد، كل اللعيبه تاخد مستحقاتها، الغرامات تتسدد، الديون تتسدد، صفقات من عيار التقيل تتعمل. لكن مش زي مصطفى محمد كده الفلوس تروح، وزي امام عاشور الفلوس تروح، مش هينفع. طيب خلصنا الجزء الاول، نيجي للجزء الثاني، وهو جزء اقسم بالله غريب. اقسم بالله الجزء ده غريب غريب. يعني الجزء ده صديقي محمد الدهشان اختصره بكلمة ملهمش خير في بعض. صبحي عبد السلام او الاستاذ صبحي عبد السلام بقى مأجور وقناته وصفحته على الفيسبوك لايفات بيهاجم في مجلس اداره الزمالك. صبحي عبد السلام بقى متزملك. استاذ صبحي عبد السلام اللي بينتقدنا ليل نهار وبيقول علينا مأجورين وبيقول علينا قبيضه وبيقول علينا لجان وبيقول علينا واخدين فلوس من الكابتن الخطيب وبيقول علينا مش زملكاويه ومتزملكين وبنهد استقرار النادي، بقى زيه زينا قاعد نفس قعدتي دي، حاطط التليفون على رينج لايت او على ستاند وقاعد عمال ينتقد في اداره نادي الزمالك. انت متخيل ان الاستاذ صبحي عبد السلام قالها بالبق كده لفظا اعلام الزمالك بيطبل؟ انت متخيل ان استاذ صبحي عبد السلام انتقد اعلام الزمالك وقال عليه بيطبل على اي حاجه مجرد ان احنا فزنا على الاتحاد المنستيري، طلع فرحه فرحه كاننا خدنا البطوله؟ ده استاذ صبحي عبد السلام اللي بيقول كده. انت متخيل ان استاذ صبحي عبد السلام بيقول لك في عبث بيحصل في اداره نادي الزمالك مش قصه مؤامره؟ ده استاذ صبحي عبد السلام اللي كان من شهر على نفس القناه كل اللي بيحصل ده كان بيحصل وهو موجود، لكنه كان بيبرر له وكان بيمجد في رئيس نادي الزمالك اللي هو دلوقتي قال هو مش رئيس نادي الزمالك وخلاص اتعزل واستقال. هو الشخص كان بيمجد في نادي الزمالك وفي اعلام الزمالك وفي مجلس اداره نادي الزمالك وفي مرتضى منصور وفي اولاده، وبيشيد باللعيبه رغم كل اخفاقاتها، وبيقول لك مصطفى شلبي وصفقات فرز اول وي كل ده كان بيقوله من شهر واحد بس. لمجرد انه اتمنع من دخول قناه نادي الزمالك الحقيقه طلعت، وكأن اللي بيخش قناه نادي الزمالك ده لسانه بينطق بالكذب، لسانه بينطق بالنفاق، لسانه بيسقط عن الحق. هل يا ابني كمان صبحي عبد السلام متزملك؟ اجيب لك كام واحد، اجيب لك كام واحد عقليته كانت زي عقليتك واتغيرت. طبعا انا اصلا مش بشيد بيه لانه من زمان وهو متغير الرأي اصلا. زمان كان بيهاجم مرتضى، لما دخل الزمالك بقى مع مرتضى، لما خرج من الزمالك بقى يهاجم مرتضى تاني. اذا كان هو او عبد الشافي صادق او كل اللي انت شايفهم في قناة نادي الزمالك دول، او ابو الحسين ولا حسنين، كل دول كانوا في قناة الاهلي اصلا، وقبل قناة الاهلي كانوا ما تعرف لهمش انتماء. انت لما بتفتح قناة نادي الاهلي بالله عليك افتحها صدفة كده وحياة، يعني بالله عليك كل واحد اذا كان زملكاوي او اهلاوي افتحوا دلوقتي وانتم بتشوفوا الفيديو قناة الاهلي صدفة، لو لقيتهم بيتكلموا على الزمالك بحق، او افتحها في ميعاد اي برنامج وافتح قناة الزمالك على برنامج زملكاوي مثلا، شوف اول خبر هيتكلم ايه، اول خبر هيقولوه عن ايه، شوف نص الحلقة هيتكلموا فيها عن ايه. اذا كان خالد الغندور
او الحسين او ابو الحسين، ولا اذا كان صبحي عبد السلام زمان، ولا اذا كان كابتن طارق يحيى ولا اللي برضه اتكرش، ولا اذا كان كابتن طارق يحيى اللي برضه اتكرش. مفيش مبدأ، مفيش كلمة ثابتة، مفيش رأي، كل الرأي متغير. مفيش حتى قناة الزمالك ما فيهاش تخطيط، كله بيطلع يقول اي كلام وخلاص، وكل الكلام بيبقى واحد. يعني انت لو اتفرجت على حلقة امبارح والله العظيم هي حلقة النهاردة، هي حلقة اول امبارح، هي نفس الحلقة من شهر، مفيش جديد. هما نفسهم ما عندهمش جديد، كل جديدهم ان هم يتكلموا. طب صح، فين الاستاد ولا فين النادي الفرعي الجديد لما استاذ احمد مرتضى راح يتصور جنب شويه رمل ولودر وعربيه نقل؟ فين ما شفناش حاجه يعني بعد الصوره دي. لكن طبعا استاذ امير مرتضى المسؤول عن كرة القدم في عز ما زيزو رايح السعودية كان بيحضر فيلم مش عارف البطة الصفراء ولا فيلم أكرم حسني، لأن الأستاذ بقى كاتب وبقى سيناريست وداخل في مجال كتابة الأغاني ومجال كتابة الأفلام. طبعا ما مش فاضي بقى، ما أنا حسيت إن سبوبة الزمالك قربت تروح، فشوف لي سبوبة تانية. عرض خاص لفيلم والزمالك أصلا لأهم لاعب فيه بيمشي، اهم لاعب في مصر، مع الاحترام للجميع. انا من رايي ان احمد السيد زيزو افضل لاعب في مصر مع الاحترام للجميع بالارقام، و3 مواسم على التوالي. فاستاذ امير مرتضى المسؤول عن كرة القدم مش فاضي وبيحضر عرض خاص لفيلم نجم اكرم حسني. ويلا بقى مش مشكلة، الزمالك مش مشكلة، عادي نسيب الدنيا تمشي. ما احنا كل سنة بنسيبها تمشي. لقينا نفسنا بطل دوري 2 ورا بعض والله من غير تخطيط، والاهلي اللي خسرهم. انا ما بقولش مؤامرة، لكن الاهلي اللي خسرهم. انت زي ما قلت لك، لو ماتش بيراميدز الشناوي ما غلطش، وماتش سموحة الشناوي ما غلطش، خلاص الاهلي كان هيعديك بنقطتين. لكن خسارة الماتشين دول هم اللي أزموا الدنيا. ده غير ان الاهلي كان عنده ضغط مباريات رهيب. الاهلي في نفس السنة واصل نهائي، وفي سنة الاهلي في نفس السنة واخد دوري ابطال افريقيا. بس كده احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. اتمنى كل اللي بيشوف الفيديو لايك وشير وفولو لو مش عامل لي فولو، واشترك على اليوتيوب لو مش مشترك في القناة. السلام عليكم.